بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون المحترم والوفد المرافق له، أيتها السيدات أيها السادة، يطيب لنا باسم الشعب العراقي أن نرحب بكم في بغداد، عاصمة الإبداع الأول ودار السلام الأول وبيت الحكمة الأولى، وأن نثمن زيارتكم لمجلس النواب في هذا الوقت بالذات على أنها رسالة بالغة المعنى في وقوفكم مع شعب العراق في خياراته السياسية وفي نموذجه الديمقراطي وفي سعيه إلى استكمال شروط سيادته على أرضه وتوفير السلام والاستقرار والبدء بمشروع نهضة جديدة تنقله إلى مستوى جديد من التآخي والتآزر والوحدة الوطنية والرخاء والرفاه. وإذ نشكركم على هذه الخطوة المباركة، فإنما نستذكر الموقف الثابت الذي اتخذته الأمم المتحدة في مؤازرة الشعب العراقي على مواجهة محنه الداخلية والخارجية وتقديمها العون والاستشارة الطيبة التي كان لها الأثر في تجاوز الكثير من مطبات العملية السياسية التي قامت في العراق في ظروف محلية ودولية بالغة الدقة والتعقيد. إن الشعب العراقي أيتها السيدات أيها السادة الذي أجمع على بناء دولة مؤسساته الدستورية واستكمال نهضته الديمقراطية لا يشعر بالعرفان لكل الأصدقاء في المجتمع الدولي الذين لم يألوا جهدا في مساندته ودعمه، وإنه لا يأمل استمرار هذا الجهد والدعم بصورة أشمل وأفعل مع دخول العراق في معركة اجتثاث الإرهاب من أرضه، ذلك الإرهاب الذي جرع مواطنينا صنوفا متعددة من القتل والتدمير والفساد والإفساد وهتك الأعراض والحرمات وسبي النساء وتدمير البنى الوطنية وإشاعة الأفكار الظلامية المتخلفة. وإننا إذ نتطلع إلى ذلك فلأن العراق بجيشه وشرطته ومواطنيه المتطوعين من مختلف مكوناته يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم كله، متوخيا بذلك إخماد نيران أحقاده على الإنسانية في أرض العراق وإنقاذ البشرية من شروره عابرة المحيطات والقارات. ولعلكم تشاطروننا الرأي بأن مئات الألوف من النازحين الذين هجروا مدنهم ومنازلهم تحت وطأة الإرهاب لهم حاجة أكيدة إلى دعم فاعل من المجتمع الدولي يخفف من معاناتهم ويعوض ما أصابهم من حيف وظلم وقهر وامتهان وما قاسوه من قيض صيف أو زمهرير شتاء. وإذ نعرب عن امتناننا للمجتمع الدولي والتحالف الدولي على مؤازرتنا في الحرب على الإرهاب وطرده من أراضينا، فإنما نتطلع أيضا إلى استمرار هذا الدعم وإيلاء الأصدقاء مهمة تدريب وتسليح قواتنا المسلحة الأهمية التي تستحق، خاصة ونحن نمر بظروف دقيقة تلتهب فيها المنطقة من جديد، ذلك اللهب الذي يحثنا على مطالبة الأمم المتحدة ببذل أقصى ما يمكنها من جهود لاحتواء شراراته وإلزام أطرافه بالعودة إلى رشد التفاوض والحوار والبحث عن القواسم المشتركة والكف عن التصعيد الذي قد يؤدي إلى نيران شاملة لا تبقي ولا تذر. ويقيننا الدائم أن السلام قرار لا يمتلك ناصيته إلا الشجعان الذين يحولون دون سفك الدماء ويظهرون لغة الحق بالحكمة والصبر والجلد والحوار على لغة الرصاص والنار والدمار. اسمحوا لي أن أرحب بكم ثانية وأن أعرب عن امتنان شعب العراق لكم ولزيارتكم الكريمة. شكرا لكم.